السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض نوع من انواع المخلل. هنعمل مخلل القرنبيط. معانا قرنبيطايه. انا جبت قرنبيطايه غسلتها كويس وقطعتها وصفتها. معايا بنجر ومعايا فلفل حامي، اللي عايز يحط حامي يحط. ومعايا هنا محلول التخليل، مية مغلية سبتها لما دفيت، حطيت عليها ربع كوباية خل و3 معالق ملح. كل واحد بقى على حسب ما هو عايز الهدوئية بتاعت المخلل. ماشي. معانا بطرمانات مغسولة ومغسولة بمية سخنة ومتعقمة ومتنشفة كويس. هنبتدي بقى نخلل كده. هنجيب البطرمانات نحط فيها الحاجة. هنحط من تحت الاول كم حتة فلفل كده وبنجر، وهنبتدي الرص زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وما تنسوش طول ما احنا واقفين نعطر فمنا بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسبيح، والتسبيح لربنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. زي ما انتم شايفين كده حبايبي. انا بحط دلوقتي ايه حطيت كم حتة فلفل كده حامي، وحطيت بنجرايه من تحت، وبرص القرنبيط زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. وهيطلع معاكم زي العسل، ما بيسلقش ولا حاجة. القرنبيط ني زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اللهم بارك. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم وتحطوا معلقة سكر في المية عشان هي اللي هتخليها مقرمش وحلو، مش هيبقى مهري معاكم زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله تجربوا الطريقة بتاعت التخليل دي تعجبكم، وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في التعليقات الحلوة بتاعتكم. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي اهو. انا برص بحط راق وراق وراق كده يعني. الاول بحط فلفل تحت وبنجر، وبعد كده بحط حبة قرنبيط، وبعدين احط حتة بنجراية واكمل زي ما انتوا شايفين. وفي الاخر هحط على الوش بنجر على وش البطرمان اهو. عشان ايه؟ هيبقى لونه احمر اهو. احنا خلصنا الكمية كلها بسم الله ما شاء الله. القرنبيطة اللي انا جبتها عملت معايا 3 بطرمانات. البطرمان ده بيشيل كيلو. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض حبة مخللات كويسة قبل رمضان ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت بقى بالمحلول بتاع المية، وهحط كيس كمان انا غطيته خالص بالميه بتاع المحلول التخليل. هحط بقى انا قصه هنا اكياس تلاجة، فهحطها تحت الغطا بتاع البطرمان عشان اضمن ان مفيش هوا يخش جوه البطرمان. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بالظبط بالظبط 3-4 ايام بالكتير وهتاكلي منه. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. ما تنسوناش من لايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله طريقتنا تعجبكم، وتقولوا لي رايكم في التعليقات الحلوه اللي انتوا بتعلقوا بيها ان شاء الله. انا كده برج البطرمان عشان كل حاجة تختلط مع بعضيها، يعني كله ينزل مع بعضه. عفوا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بسم الله ما شاء الله. يعني القرنبيطة اللي انا جبتها عملت لي 3 بطرمات. البطرمان ده كيلو اهو. بسم الله ما شاء الله. في خلال بالظبط 4 ايام هتاكلوا منه، ومقرمش وجميل وفي منتهى الجمال. ولا مهري ولا اي حاجة، احنا مخللينه ني. ان شاء الله تجربوه وتعجبكم. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في التعليقات الحلوة.